لو قلت لك ان جوجل كان عندنا من 1000 سنة هتقول ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ بس للأسف هو اتسرق مننا. في القرن التاسع الميلادي الخليفة المأمون عمل أعظم مشروع علمي في تاريخ المسلمين، بيت الحكمة في قلب بغداد. بيت الحكمة ما كانش بس مكتبة، لا ده كان أكبر مؤسسة علمية متقدمة في وقتها. تخيل معايا كده، غرف ترجمة شغالة 24 ساعة، علماء من كل الجنسيات، كتب يوناني وفارسي وهندي وسرياني بتترجم كلها للعربي. بيت الحكمة كان فيه أكتر من مليون كتاب، وكان أول مركز أرشفة وترميم وتحليل ونشر وتعليم في العالم كله. ولعلمك، اللي اتعمل هناك هو اللي وصل بعدين لعلماء أوروبا اللي أسسوا العصر النهضة الأوروبية. لو عايز تعرف إزاي سرقوا تراثك، تابعنا. التاريخ مش مجرد حكايات، التاريخ سلاح.